يا مرحب ايها المشاهد. من يوم 6/11 وانت حاسس ان في حاجه متغيره، البلد شكلها بتعمل حاجه مهمه لدرجه ان العالم كله بيتكلم عنها والقنوات تقريبا بتروج لها طول اليوم. وبعد بحث وتدوير كتير جدا تقريبا كده عرفت ايه اللي بيحصل. مصر بتستضيف قمه المناخ كوب 27 في شرم الشيخ. هو ايه ده؟ ده يا حاج عباره عن قمه بيشارك فيها معظم قاده العالم بمجموع 197 دوله، كلهم جايين يتكلموا عن حاجه واحده بس، المناخ. في مشكله في المناخ ولا لا؟ ولو في مشكله ازاي نقدر نحلها؟ ازاي نقدر نحافظ على استقرار المناخ لأطول فترة ممكنة؟ On climate change. Urging action on climate change. Climate change. Climate change. It's climate change. السنة اللي فاتت المؤتمر ده اتعمل في جلاسكو في المملكة المتحدة، ووقتها تم الاتفاق صراحة ولأول مرة على تقليل حجم المخاطر اللي بيتعرض لها الكوكب. وده هنعمله ازاي؟ عن طريق تقليل استخدام الفحم وتقليل الكشف عن النفط. ركز قوي في الحته دي عشان هنحتاجها بعدين. وتعهدت الدول في قمه المناخ الجايه اللي هي بتتعمل في مصر النهارده لازم نعلن حاله الطوارئ ونخلص من الفحم تماما من الكوكب، واي مصنع او شركه معتمده في شغلها على الفحم فيا اما تستبدله بمصدر طاقه تاني يكون متجدد وصديق للبيئه، يا اما توقف عمليه التصنيع فورا، لان ده هيساعد في تقليل نسبه ثاني اكسيد الكربون الموجوده في الجو. وكل ما ثاني اكسيد الكربون قل كل ما حراره الكوكب بتقل وبتفضل في الوضع الطبيعي بتاعها. كل الكلام ده يفهمك قد ايه المؤتمر ده مهم جدا وهيساعد في تحسين وضع المناخ. ايوه، هنا بقى السؤال المهم، هو المناخ ماله اصلا؟ هل مناخ الكوكب النهارده في حاله كارثيه تستدعي ان احنا ندي للمؤتمر الاهميه الكبيره دي؟ رؤساء جايه من كل حته واعلان حاله طوارئ وتغيير مصادر للطاقه. ماله المناخ يا جدعان؟ الصوره اللي قدامك دي بتوضح لك مدى زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو من سنه 1750 لحد 2020. ولو سالت نفسك عن سبب الزياده الرهيبه دي فانا هلحقك واقول لك الثوره الصناعيه. مصطلح الثورة الصناعية معناه تحويل صناعة كل السلع والمنتجات من صناعة يدوية لصناعة باستخدام الآلة، وحاجة زي دي بدأت سنة 1760، ولكن الكوكب ما خدش باله تقريبا من التغيير ده غير في 1950. مع بداية التاريخ ده واحنا بدأنا نحطم أرقام قياسية في زيادة نسبة الكربون في الجو. العلماء شايفين إن بنسبة 95% النشاط البشري هو السبب. بنقطع الأشجار عشان نبني بيوت، وبنحرق الفحم ونستخرج النفط عشان المصانع والعربيات، وبنستخدم الحيوانات في إنتاج اللحوم والألبان. وغير كل ده عددنا كمان بيزيد. خلال ال70 سنة اللي فاتوا عددنا زاد 3 أضعاف. احنا النهارده عاملين 7 مليار و800 مليون. العك ده كله خلى الهواء اللي حوالينا مليان بغازات زي الميثان وثاني أكسيد الكربون وبخار المية وأكسيد النيتروز، وده للأسف حط الكوكب تحت تأثير معروف باسم ذا جرين هاوس إفكت. يعني ايه ذا جرين هاوس افكت؟ مع طلعت الشمس كل يوم الضوء بينتشر في كل ارجاء الكوكب معلنا عن بدايه يوم جديد، وفي اللحظه دي الغازات بتبدا تشوف شغلها، بتبدا تاخد شويه من حراره الشمس وتحفظها جوه الكوكب، ما بتخليهاش تخرج او تفلت من غلاف الجو. وعلى الحال ده بقى كل يوم شمس تطلع الغازات تقابلها تقوم مخزناها كحراره، وده على المدى البعيد هيسبب زياده غير عاديه في حراره الجو، بمعنى تاني هيعمل احتباس حراري او جلوبال وورمنج. حسب اخر احصائيه للامم المتحده فالعالم بتاعنا درجه حرارته زادت بمقدار درجه واحده بس مقارنة بالحرارة قبل الثورة الصناعية، وده لحد دلوقتي مش هكتب عليك مؤشر مش وحش، بالعكس ده لو فضلت كده او زادت حتى كمان نص درجة بقت 1.5 لحد نهاية القرن فده هيبقى شيء عظيم جدا. اقول لك مفاجأة، لو زدنا درجتين بحالهم برضه مفيش مشكلة. امال يبقى فين المشكلة؟ المشكلة مش في زيادة الحرارة لان كده الحرارة هتزيد، المشكلة هنا في السرعة اللي بتزيد بيها الحرارة. الشغل الشاغل للحكومات دلوقتي واللي بيتكلموا فيه حاليا وانت بتتفرج على الحلقة هو ازاي نقدر نبطئ سرعة الحرارة. من بداية 2020 والحرارة بتزيد بشكل ملفت جدا، ومتوقع على ما نوصل ل 2030 درجة حرارة الكوكب هتزيد نص درجة. انت متخيل الفرق؟ كنت بقول لك من شوية ان درجة حرارة الكوكب لو زادت درجة ونص او درجتين لحد نهاية القرن فده هيبقى شيء عظيم، انما انا دلوقتي بكلمك في زيادة نص درجة في 10 سنين بس. انا مش قادر اتخيل لو وصلنا لنهاية القرن ممكن حرارة الكوكب تزيد لحد ايه. لو ما قدرناش ننجح في عملية زي دي ونبطئ سرعة الحرارة شوية فبناء على الاحصائيات احنا داخلين على مستقبل كارثي. في محاصيل مش هتقدر تستحمل درجة الحرارة اللي هتبقى موجودة، وده للاسف هيسبب فقر ومجاعات وهجرة جماعية لأماكن درجة الحرارة فيها هتكون مناسبة. الجليد اللي هيتعرض للحرارة دي هيكون معرض للذوبان، وبالتالي طبعا هيزود كمية المية في البحار والمحيطات، وده هيرفع مستوى منسوب المية وهيغرق مدن ساحلية بأكملها، حرفيا هتختفي. رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون قال كم مدينة من اللي هيتعرضوا للغرق، ميامي في أمريكا وشنغهاي في الصين، وفجأة قام قايل اسكندرية. أحيه 4 degrees and we say goodbye to whole cities. Miami,
Alexandria, Shanghai. في 2016 كانت النسخة 21 من مؤتمر المناخ كوب 21، والسنة دي كانت في باريس. وفي آخر يوم من فعاليات المؤتمر قادة العالم بمجموع 197 دولة وقعوا على ما يسمى باتفاقية باريس، والهدف من الاتفاقية دي كان الحد من سرعة ارتفاع درجة الحرارة والتعهد بالحفاظ على درجة حرارة الكوكب بحد أقصى درجتين قبل الوصول لعام 2100. إيه الرقم ده؟ عشان الدول تقدر تلتزم باتفاق زي ده لازم كانت تحدد كمية الكربون اللي هتخلفه في الجو وهتحجم الصناعات على قد ما تقدر. الدول وقعت يومها والكل كان خارج مبسوط وسعيد، ولكن بعد فترة اكتشفنا ان مفيش حد التزم بالاتفاق ده، وكمية ثاني اكسيد الكربون لسه بتعلى بدون اي مراقب. ترامب رئيس امريكا السابق طلع بعد اتفاق باريس تقريبا بسنة واعلن انسحاب امريكا من اتفاقية باريس ووقف تنفيذ اي مشروع او اي حاجة بتدعم الاتفاقية دي لانها بتمثل عبء اقتصادي على الدولة. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. امريكا اللي هي يعتبر من اكبر مصادر التلوث في العالم قالت لك انا مش معاكم. روسيا والصين من وقت الاتفاقيه وهما مش مهتمين بالموضوع اساسا ولا حاطينه حتى في اولوياتهم. تركيا وبولندا قاعدين يستثمروا في بناء محطات طاقه معتمده اعتماد كلي على الفحم. الله يا جدعان يا رجاله مش قد كلمتها ليه؟ انتوا مش خايفين على الكوكب؟ طب بلاش الكوكب، انتوا مش خايفين على نفسكم؟ ما يمكن عشان خايفين على نفسنا فعلا ما التزمناش بالاتفاقيه دي. انت تقصد ايه؟ ايوه، من اللحظه دي الكلام اللي هنقوله لحد نهايه الحلقه هيكون عكس الكلام اللي قلناه من بدايه الحلقه تماما. شفت التويست الغريب ده؟ كان في جملتين في بدايه الحلقه قلت لك خليك فاكرهم كويس عشان هنحتاجهم. فاكرهم؟ عن طريق تقليل استخدام الفحم وتقليل الكشف عن النفط. ركز قوي 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 في الحته دي عشان هنحتاجها بعدين. افتكرت؟ اي خدمه. جون فولمان خبير الارصاد الجويه ومؤسس قناه الطقس الامريكيه انتقد نائب رئيس الولايات المتحده الاسبق كلينتون آل جور. نائب الرئيس اسمه آل جور، الرئيس كان هو كلينتون، بسبب تصريحاته عن تغير المناخ، وقال لك ان مفيش حاجه اصلا اسمها تغير المناخ لان العلماء لحد النهارده مش معاهم دليل واحد يثبت ان احنا السبب في ارتفاع درجه الحراره. اما بقى بخصوص الاحتباس الحراري وذوبان الجليد فالدببة عايشين احلى عيشه اليومين دول، والجليد في حاله افضل من ال100 سنه اللي فاتوا. واتهم آل جور بانه بيستفيد ماديا من اثاره موضوع تغير المناخ وعواقبه الكارثيه على البشر، وختم كلامه بجمله لقد تربحت مليار دولار من قضيه تغير المناخ، عار عليك يا آل جور. المذيعه ميجان كيلي اللي كانت مستضيفاه على قناه فوكس نيوز قامت قاطعه كلامه وهي بتضحك وبتقول له هتقفل لنا القناه الله يحرقك. آل جور لو انت ما تعرفوش فالراجل ده في 2006 فاز بجائزه الاوسكار عن فيلم وثائقي بيتكلم عن تغير المناخ اسمه الحقيقه المزعجه، كان بيعرف فيه ظواهر تغير المناخ وبالاخص الاحتباس الحراري. وفي نفس السنه عمل كتاب بيتكلم فيه عن حاله التاهب العالميه لمواجهه الاحتباس الحراري، وبرضه خد المركز الاول في قائمه نيويورك تايمز. يخرب بيته بيطلع الاول في كل حاجه. الراجل ده امبارح كان ملعلع عندنا في شرم. Today, as every day, we are spewing 162 million tons of man-made heat-trapping global warming pollution into the sky. من وقت ما امريكا انسحبت من اتفاقيه باريس وبعدها روسيا والصين العالم حس ان في حاجه غلط. الموضوع واخد بروباجندا انه كارثي وما ينفعش نصبر عليه، وفي نفس الوقت الدول المؤثره بجد في العالم واللي تقدر تعمل التغيير ده مكبره. خليني اقول لك ان كتير شايف ان الموضوع من بدايته، من بدايه اول مؤتمر سنه 95 لحد النهارده هو عباره عن لعبه سخيفه بقالها 30 سنه ما بين اجتماعات وورش عمل ومفاوضات ومفيش اي حاجه منها بتتحقق. عندك مثلا في 2008 آل جور قال لك ان كل الجليد الموجود في القطب الشمالي هيدوب على 2013. النهارده احنا اهو بنقفل سنه 2022 ومتوسط مساحه الجليد في القطب الشمالي وصل لاقصى حد ليه بمساحه 14.8 مليون كيلو متر مربع. المشكله انه طلع في 2009 يعني بعد الكلام ده بسنه واحده بس، وقال لك ان الجليد هيذوب بالظبط يعني في 2019 اللي هو اي تاريخ بيعيد وخلاص. وخد عندك من ده كتير قوي. هتلاقيني سايب لك تحت في المصادر موقع بيوريك كميه تنبؤات عن المناخ اتعمل لها دعايه مش طبيعيه، كلها طلعت غلط من اول 1970 لحد النهارده. طيب اللي بيحصل ده بقى نسميه ايه؟ الجو فعلا متغير عن زمان. زي ما قلت لك غاز ثاني اكسيد الكربون مرتبط بانبعاثات الوقود الاحفوري اللي هو النفط والفحم والغاز الطبيعي، وبعيدا عن اهميه الفحم والغاز الا ان النفط هو المراد من كل اللي بيحصل ده، ويعتبر هو الهدف الاساسي والرئيسي اللي بتلعب عليه كل الدول اللي بتستورده. هنقلل من قيمه استهلاك النفط فسعره يقل فنقدر نستحوذ على اكبر كميه منه، وده اللي اثبتته اتفاقيه باريس وقت ما اختصرت كل المشاكل الموجوده في المناخ في استخراج النفط، وانه لازم باي طريقه نوقفه ونلاقي له بديل.
النوويه ونمنع استخدامه في كل القطاعات الاقتصاديه مش قطاع الطاقه بس. اللي تابع المفاوضات وقتها هيعرف ان دول الامازون زي البرازيل وتشيلي والارجنتين استماتت على عدم ادراج موضوع قطع الغابات وحرقها في اتفاقيه باريس، لانهم عارفين ان حاجه زي دي بتطلع كميه مهوله من ثاني اكسيد الكربون، حرفيا كميه قادره تفسخ الغلاف الجوي لوحدها. وطالما الموضوع ده ملوش ضرر على مصالح باقي الدول فيبقى اتس اوكي. وده يخليك تبدا تفهم ان الموضوع مش هو هدفه الحفاظ على البيئه وانما الاستحواذ والسيطره على النفط. لكن على مين؟ لو جيت شفت اكبر الدول المنتجه للنفط في العالم هتلاقي البلد رقم 1 هي امريكا، ومن بعدها روسيا ثم السعوديه. اظن انت كده فهمت دلوقتي ليه اتفاقيه باريس لا تلزم امريكا ولا روسيا. اللي بيحصل في مصر النهارده هو اتفاق ما بين دول العالم على دعم مصدر طاقه جديد اسمه الهيدروجين الاخضر. بيتم فصل الهيدروجين عن الاكسجين الموجود في الميه باستخدام الكهرباء، وبيتحول لمصدر طاقه نظيف بيدي طاقه بدون انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون، وده بقى هيحافظ على المناخ. انت فاهم طبعا احنا بنخاف على المناخ قد ايه. تقول لي اشمعنى يا حاج الهيدروجين الاخضر هو مصدر الطاقه المدعوم للمستقبل؟ اقول لك لانه بيمثل للدول اللي ربنا ما رزقهاش بالبترول زي الخليج وليبيا بالكنز، لان مجرد ما تنتجه انت تقدر تبيعه وتربح منه، خصوصا ان تكلفه انتاجه قليله جدا. وعشان كده رئيس جمهوريه مصر العربيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو اللي فات عمل حاجه اسمها الاستراتيجيه الوطنيه المتكامله لانتاج الهيدروجين الاخضر، رصد فيها مجموعه من المشروعات وقودها الاساسي هو الهيدروجين الاخضر بقيمه وصلت من 3 ل 4 مليار دولار. فهمت انت كده دلوقتي اللعبه رايحه فين؟ الدول المستورده للفحم والنفط لازم ولا بد هتلاقي لها مصدر تاني للطاقه تقدر تستغنى بيه عنهم، لا وكمان هتحاول تصدر زيها زي الدول اللي بتصدر طاقه النهارده. يعني كمان 10 20 سنه ما تستبعدش انك تلاقي دول زي مصر والهند واليابان بتصدر طاقه. تفتكر ممكن؟ لو انت من الناس اللي هتقف ضد انتاج الهيدروجين الاخضر او هتفضل داعم لمصادر الطاقه التقليديه المعروفه فخد عندك الخبر ده. الدول الغنيه اللي معاها فلوس كتير لونها اخضر وعد الدول في افريقيا اللي زينا ب 100 مليار دولار سنويا كمساعده من اجل دعم انتاج الهيدروجين الاخضر والحفاظ على المناخ ضد الاحتباس الحراري وانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون المميت الوحش. في النهايه انا حابب اكد عليك ايها المشاهد ان الكوكب اللي احنا عايشين فيه مر بمراحل كتير من التغيرات المناخيه، منها اللي كان فعلا بسببنا واحنا السبب في وجوده، ومنها اللي حصل بدون اي تدخل مننا. واي اصوات بتدعو لدعم المناخ والحفاظ عليه من اي تغيرات ممكن تاثر بالسلب علينا فاكيد وبلا جدل هنكون اول الداعمين للاصوات دي. لكن المهم ان احنا ما نكتشفش في النهايه ان احنا بندعم الاصوات الغلط وكنا بنأثر اكتر على البيئه وبنضرها مش بنساعدها. حابب جدا اسمع رايك في الكومنتس تحت، واكيد لو الحلقه عجبتك يا ريت ما تنساش اللايك وسبسكرايب. ولو حبيت تتابعني اكتر او تشارك في صناعه المحتوى سواء بالدعم او بالافكار الجديده فهتلاقي كل اللينكات تحت تقدر تتواصل معايا عن طريقها في اي وقت. واشوفك الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.